دي سر من اسرار طعامة المطبخ وجماله. كده عندي بطرمانات اللي هي بتاعت الشوكولاته، انا مبرميهاش، اي بطرمان بقى عندك نضيف. بعد ما تهدى هنبدا بقى نصفيها ونشيل القطع الكبيره دي على جنب. اقول لكم نعمل بيها ايه. ما شاء الله بتبقى طعم وريحه للاكل جميله. مفيش حاجة عندنا تترمي. بعد ما خلاص صفينا المنظر ده، شفتوا الحاجات البني دي بتاعت القشطة بتاعت اللبن، شلتها على جنب ودي هتترمي خلاص. لكن بقى القطع الكبيرة على الصغيرة اقول لكم نعمل بيها ايه. هنجيب هنا يا الكبة يا الخلاط يا الهاند بلندر، وهننزل فيها طحن بالمنظر ده. بس بتريحي الهاند بلندر او الخلاط، ما تضربيش على طول عشان الموتور ما يتحرقش. بصوا بتطحنها لي، بتخليها لي فظيعه. بصوا بقى لاني فيها سمنه وفيها دهون، لسه فيها قطع ليا كبيره. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم سر من اسرار جمال المطبخ وطعامته وحلاوته وريحه الاكل بتاعه. بصوا بعد ما ضربت الكميه كلها، كل اللي انا هعمله هدخلها